هلو للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير. طاقة غدا على الصعيد العام، جربوا استفيدوا من طاقة بكرة، هي طاقة إيجابية، مع العلم إنه في أشياء كتير قد تكون بعكس السير، لكن بالنسبة لغدا وخصوصا على صعيد العائلة داخل البيت، الصداقات والعلاقات العامة، مش عم نحكي عن الحب، تابعوا النسخة الإنجليزية إذا حبيتوا بالنسبة للحب ورجوع الحبيب. لكن على الصعيد العام والصداقات العامة والعلاقات ممكن توصلوا لبعض الحلول أو تلاقوا إنه بعض الأمور عم بتصير بسهولة، خصوصا إذا في كان عندكم أهداف خاصة للبيع، للشراء، للعقارات، للأراضي، لغيره. أما الأشخاص اللي حابين ينتقلوا على بيت جديد أو انتقلوا حديثا على بيت جديد، فعلى ما يبدو أن الأمور ستكون بخير. بدي نبهكم من طاقة الحسد اللي ممكن تكون موجودة حواليكم، وطاقة بعض الأشخاص المائيين يلي ممكن يكتموا نوع من الغيرة بقلبهم، أو عندهم بعض المشاكل الخاصة بينهم وبين نفسهم عم تنعكس عليكم بطريق الحسد أو غيره. جربوه، ديروا بالكم على أموركم وصحتكم، لكن بكرة مثل ما قلت لكم طاقته جيدة وإيجابية بالنسبة للبعض أو الكثير منكم على صعيد اللقاءات العامة، الصداقات العامة والأعمال. استفيدوا منها، خبروني إيش بصير معكم، اعملوا فولو بليز تنوصل لل1000 مشترك لأقدر أتعرف عليكم ونعمل لايف مع بعض. أنا ميا الجندي، بحبكم كتير. تابعوني على ميا الأعشاب والحياة على اليوتيوب، وMJ عالم التارو على اليوتيوب. إذا حبيتوا تعملوا معي قراءة خاصة لاقوني على www.mjtarot.com، اللينك موجود بصفحتي. تصبحوا على خير، باي.